دكتور وائل طبعا في لما سلسل الاحاديث كلها والقوانين كلها جميل جدا، بس انا هسال سؤال الدكتور وائل هو اللي يرد عليا فيه، هو ادرى واحد فين الدوله اللي فيها 10,000 وزير ماليه غير رجاله الوزير، غير مساعدين الوزير؟ ما كل صندوق ليه وزير ماليه، ما كل صندوق بلائحه ليه لائحه توزيع، لائحه تنظيم، لائحه تنظيميه ليه، وبتوزع الفلوس ازاي؟ يعني عايزه وزير ماليه، لائحه تنفيذيه. لائحه تنفيذيه ليه؟ فين الدوله اللي فيها 10,000 او اكتر من 10,000 وزير ماليه؟ ليه؟ الدول الاكبر منها بكتير، يعني روسيا اللي قدنا 10 مرات ناس ومساحه وفلوس عندها اكتر من وزير ماليه واحد. ليه؟ يعني نفسي اعرفها. ودي ايه الفكر العقيم؟ نتكلم على ان في عجز في الدوله في الميزانيه العامه للدوله. الدكتور قال القوانين كلها انا موافق عليها وزي الفل، بس ده ما بعد التحصيل، ده في الورق لما بيوصل في الاخر الجهاز المركزي للمحاسبات بيراجع صحيح هم